لما طلعنا في آخر بث مباشر واتكلمنا في قصة اللاعب أحمد رفعت، اللاعب اللي توفى مؤخرا، ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب. اتكلمنا يعني كلام كده إيه في العموم، اللي هو حد مات، حد مشهور، لاعب مشهور مات، والناس اترحمت عليه، فطلعنا نترحم عليه زينا زي الناس، وعادي ما فيش أي مشكلة خالص. ولكن ما كنتش أعرف إن الموت بتاع أحمد رفعت ليه تفاصيل، وده بصراحة الشيء الغريب اللي خلاني كنت مستغرب جدا في قصة وفاة اللاعب، ان السوشيال ميديا كلها والدنيا كلها عامله عليه ضجه بسبب موته. طب قلت اشمعنى؟ يعني ايه السبب اللي يخلي لاعب زي ده، ولاعب مش مشهور، يعني مش من اللعيبه المحترفين او المشهورين او المعروفين، زي مثلا كهربا او محمد صلاح او مثلا متعب او اللعيبه المعروفه دي يعني. فقلت طب ليه معمول عليه الضجه دي كلها؟ ولما طلعت اتكلمت في البث ما كنتش على خلفيه بتفاصيل الموضوع. فطبعا اكتشفت بعد كده التفاصيل اللي كلكم عارفينها، او التفاصيل كلكم عرفتوها مؤخرا، ان هو وقع في الملعب من كام شهر، ويعني التواريخ انا مش حافظها بالظبط، الفترة اللي هي وقع فيها في الملعب، او الفيديو اللي هو مشهور ومعروف ان هو وقع في الملعب وجاله بعد كده القلب وقعد يتعالج لمدة 3 شهور او 4 شهور. وبعد كده قام طلع في لقاء في برنامج مع حد من في احدى البرامج، واتكلم الكلام اللي كلكم اكيد برضو سمعتوه، ان هو بيتعرض لضغوط من حد ما معرفش مسؤول او حد في النادي عنده او كذا، ايا كانت يعني التفاصيل اللي اغلبكم عارفها. فالتفاصيل دي كلها انا يعني لما قعدت اسمع الفيديوهات دي، لقيت ان الملخص بتاع القصة دي كلها والملخص بتاع وفاة اللاعب حاجة واحدة، وهي الظلم. ان اللاعب اتظلم، ومن كتر الظلم اللي وقع عليه ومن كتر القهر اللي وقع عليه، واللي هو بيتحط تحت بند قهر الرجال، ما تحملش الظلم والقهر اللي هو اتقهره، فده تسبب في وفاته. من كتر الظلم اللي وقع عليه ما تحملش فمات، مات بقهرته كده زي ما بنقول بالبلدي. من فترة كنت حطيت كنت نشرت بوست على الصفحة عندي من حوالي سنة، سنة ونص، سنتين، حاجة كده يعني. كان لحد شاب موظف، الشاب ده كان عنده مرض معين. المدير بتاعه او المسؤول بتاعه في الشغل كان دايما بيتنمر عليه، وكان دايما واخده ان هو انت بتستهبل، انت ما عندكش حاجة، انت بتتمارض، انت مش عارف ايه. الشاب ده طلع يتكلم في القصة بتاعته على السوشيال ميديا، فالمدير بتاعه جابه قال له انت بتتكلم على الموضوع بتاعك وعلى السوشيال ميديا وكذا. فبقى يتعنده ويتعنت معاه، لدرجة ان الشاب طلب منه اجازة لانه تعبان ومش قادر يروح الشغل. فالمدير ده تعنت معاه، لدرجة إن الشاب برضه بسبب الظلم اللي وقع عليه والقهر اللي اتقهره، الشاب ده برضه مات. وبرضه كانت في وقتها انتشرت القصة بتاعته على السوشيال ميديا، ومن ضمن الناس يعني من ضمن الصفحات اللي نشرت كانت صفحتنا نشرت قصة الشاب ده، ونزلت البوست بتاعه اللي هو كان منزله على صفحته، نزلناها عندنا على الصفحة. فلما افتكرت، لما قعدت مع نفسي كده وقعدت افتكر واركز، لقيت ان في تشابه كبير جدا ما بين القصتين، حقيقة يعني بيجمعهم امر واحد، وهو الظلم. اني يعني انا مش فاهم، مش قادر افهم او استوعب تكوين البني ادم اللي يظلم بني ادم ويقهره لدرجة انه يوصله انه من كتر قهرته يموت. يعني بيوصلوا لدرجة الموت. يعني هل انت بني ادم؟ هل انت من عالم البشر؟ ام انك انت شيطان موجود معانا على كوكب الأرض؟ فحاجة غريبة بصراحة. يعني القصص بتتشابه والأحداث بتتشابه مع توالي السنين والأيام، والحقيقة أنا مش قادر أتخيل، يعني أنتوا مش خايفين من ربنا؟ طيب يعني أنتوا مش خايفين من لقاء الله؟ مش خايفين من القبر اللي أنتوا هتنزلوا فيه؟ يعني إيه اللي يخليك إن أنت توصل لدرجة إن أنت تظلم بني آدم لغاية ما تموته؟ هل مثلا كبريائك، يعني هل كبريائك ده أكبر عندك من قدرة الله عز وجل؟ اللي هيعمله فيك ربنا، اقسم بالله العلي العظيم ايا كان الظالم في العموم، مش هتتحمله، مش هتستوعبه. سبحان الله، كبر البني ادم وغروره بيوصلوا المراحل انه ممكن يودي نفسه في التهلكة. ولذلك ابليس اللعين عليه لعنة الله، الشيء الوحيد رغم انه كان من افضل العباد، عباد الله في السماء ما بين الملائكة كان هو، ولكن سبحان الله بسبب كبره وغروره، وهو اللي وسوس له وهو اللي خلاه طرد من لعنة الله سبحانه وتعالى. فأنتوا بتستخدموا الشيء اللي تسبب في طرد ولعن إبليس اللعين،
بتتشبه بإبليس في الظلم. في العموم أنا بتكلم في العموم، يعني على السوشيال ميديا منتشر خبر ل3 أشخاص قال إن واحد فيهم هو اللي تسبب في الظلم اللي وقع على اللاعب أو في وفاة اللاعب. الله أعلى وأعلم بحقيقة الموضوع وتفاصيله، لأن الموضوع أكيد ليه تفاصيله، ليه دهاليز إحنا ما نعرفهاش، وما نقدرش نحكم على حد من غير ما يبقى فيه بينة نستند عليها في الحكم اللي إحنا هنحكم على الأشخاص. فما دام ما نعرفش بنقول الله أعلى وأعلم. ممكن يكون حد في الأشخاص اللي مذكورين، ممكن ما يكونش حد، ممكن تكون ادعاءات، ممكن يكون كلام، ممكن يكون تشهير، ممكن يكون، الله أعلم بالحقيقة. الحقيقة يعرفها الشخص نفسه والأشخاص اللي ذكرهم في المقاطع المنتشرة. ولكن أيا كان الشخص الظالم في العموم، أنا اكتشفت شيء مؤخرا، إن الشخص الظالم ده ما ينفعش يقال له اتق الله، لأنه هو لو يعرف الله ما ظلم. ببساطة كده، دي حقيقة. الشخص اللي بيظلم لو هو يعرف الله ما كانش ظلم، ما كانش عرض نفسه لظلم عباد الله. فالشخص اللي بيظلم حتى وإن صمت، حتى وإن صليت، حتى وإن زكيت، حتى وإن حجيت، والكلام ده احنا قلناه في البث، إلا الظلم. إن الله يعفو عن كل شيء إلا أن يشرك به ومظالم العباد، لأنها مرهونة بعفو أصحابها، فإن لم يعفو أصحابها فأنت هالك لا محالة. فاتقوا الله عباد الله. وأنا في الحقيقة يعني بعذر اللاعب لما طلع في اللقاء وقال إن أنا مش هقدر أتكلم ومش هقدر أوضح في اللقاء اللي اتشهر بتاعه مؤخرا، إن هو مش قادر يتكلم يا عيني، ومش قادر يفسر الظلم اللي وقع عليه وكمية القهر اللي كان فيها، ومش قادر يتكلم ومش قادر يقول. أنا حاسس بيه وعاذره، لأن أنا يعني زي ما حكيت لكم كتير قبل كده في الفيديوهات اللي كنا اتكلمنا فيها والبوستات اللي كنا نشرناها على الصفحة مع بداية الصفحة، وما زال أو ما بنرضاش نطلع نتكلم في تفاصيل، إن في فعلا بعض الأشخاص بتوقع عليك ظلم ولكنك ما بتتكلمش، إنك بتتبع نهج السلام، عايز تعيش في سلام وتخلي حياتك كلها سلام، مش عايز تتعرض للظلم ولا عايز تتعرض للقهر، ولا عايز انت تبقى سبب في ظلم ولا تتظلم، عايز تعيش في سلام. ولكن في بعض من عباد الله هو ربنا مسلطه على عباد الله، لا يحب يعيش في سلام ولا يحب غيره يعيش في سلام. هو عايز دايما يبقى عايش في شر، واللي حواليه شر، والدنيا كلها شر في شر، وكأنه شخص إبليسي سبحان الله. فاللهم عافنا واعف عنا وجنبنا شرور خلقك يا رب العالمين، واجعل من الظالمين عبرة لعبادك ليعتبروا، وأنت ولي التوفيق يا رب العالمين.